طب وانت داخل دلوقتي اولى ثانوي فاكره؟ شوف بقى عشان تبقى عارف النظام ليه النحو صعب. اسمعيني كده يا عروسه، ليه النحو صعب؟ وليه دايما كل سنه تيجي داخل تلاقي درس مختلف عن اللي قبله وما انتش عارف الدروس دي محطوطه فين ومكانها فين في النحو وابوابها فين. فهمني كده عشان تفهموا. اي علم في الدنيا ماشي بخطوات، صح ولا مش صح؟ خطوه بتسلم خطوه بتسلم خطوه، لكن احنا عندنا النظام بتاعنا نظام غريب ومختلف شويه، اللي هو نظام التربيه والتعليم اللي عندنا. حضرتك هتخش تستلم كده درس جديد ملوش علاقه باللي قبله، ملوش علاقه باللي قبله خالص يا عروسه. صحصحي معايا كده وفوقي معايا. تلاقي نفسك في المرحله الاولى اولى اعدادي مثلا درست دروس. حد فيكم كان في سنه اولى اعدادي السنه اللي فاتت؟ اول ما دخلت درست ايه في سنه اولى؟ مليني كده قول لي يا ولا درست ايه؟ الفعل الايه؟ اللازم، والفعل الايه؟ ها؟ المتعدي، برافو عليك. وايه كمان؟ ها؟ والنعت، جميل. درست ايه كمان؟ والحال. بعدين دخلنا على ثانيه اعدادي. لقينا ثانيه اعدادي ابتدت تدرس درس اسمه الايه؟ التمييز، صح ولا مش صح؟ وحبه دروس صغيره جنب التمييز زي البحث في الجدع اللي بعده على طول. دخلنا ثالثه اعدادي. هنا ثالثه اعدادي بيكلمنا فيه الممنوع من الممنوع من الصرف. بعد الممنوع من الصرف على طول لقينا ايه؟ لا ده الترم الثاني اسم الفاعل. ممنوع من الصرف والبدل، فاكرين ولا مش فاكرين؟ وبعض الدروس الثانيه دخلنا اولى ثانوي لقيناها بادئ لنا بكان واخواتها في اولى ثانوي. وبعدين كذا واخواتها. وبعدين جاب لنا اعمال اسم الفاعل. دخلنا ثانيه ثانوي لقى جاب لنا الفعل المضارع ماشي بنظام وبوتيره تلبق اي حد. فاي طالب في الدنيا اول ما بيجي داخل منهج او هو مثلا ذاكر التمييز وذاكر الكذا وكذا وكذا، لا حاجه اسمها البدل، مالها وبال ده؟ الترتيب ده كله غلط. انا لما باجي اذاكر نحو ما ببداش كده. الطريقه بتاعت التوزيع دي عندنا غلط، وطريقه الشرح الافقيه من ناحيه. انت لما بتيجي تدرس مثلا ده تكون حضرتك نسيت كل ده، فتيجي بادئ تلاقي العمليه صعبه قوي معاك، لان طريقه الشرح الافقيه اللي ماشيه بالطريقه دي تصعب على اي حد الدراسه. فكويس ان احنا عملنا الكورس ده عشان حضرتك تبقى مرتب افكارك وفاهم كل حاجه وعارف الحته بتاعت منهجك اللي هتاخدها السنه دي في انهي جزئيه في النحو. حاول تصحصح كده معايا وتفهم رغم ان انا مش فاهم والله. يعني كان واخواتها دي في النحو وترتيبها في النحو قبل الفعل اللازم والمتعدي وقبل النعت وقبل الحال وقبل البدل وقبل المفعول لاجله وقبل المفعول المطلق وقبل نائب المفعول المطلق. راح مدي الاولى اعدادي كل الحاجات دي بدل وحبه نعت وحبه حال وما ادالهمش كان واخواتها، وساب كان الاخوات واخواتها لحد اولى ثانوي. فلا ثالثه اعدادي خدوها ولا ثانيه اعدادي خدوها. فالعيال متعقده. تيجي تشرح لهم نحو يقول لك لا انا ما بفهمش نحو، انا متعقد من النحو. شكرا يا وليد. فانا عاوزك على قد ما تقدر كده واحده واحده تكون مصحصح معايا، وان شاء الله في الكورس ده نبدا نقسم النحو على قد ما نقدر في ال10 حصص الجايين دول باذن الله رب العالمين. تبقى فاهمه وما تبقاش حافظ. لو طلعت كل حصه من الدرس هنا بمعلومتين ثلاثه ان شاء الله ربنا يكرمك احلى كرم.